السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. والسؤال اللي في راسي، ازاي يا زمالك بتعملها ازاي؟ ايه ده؟ ايه الابداع ده؟ الدوري في 100 عقبة يا معرصين. الدوري في 100 عقبة يا معرصين. الدوري في 100 عقبة يا معرصين. دوري محمد صبري بدراعنا، بكفاحنا، بايدينا يا صبري. بناخد الدوري بشقانا يا صبري، بكفاحنا يا صبري. اللهم لك الف حمد وشكر، حمد الشاكرين. اهو يا جماعه، اهو زمالك في القلب. الزمالك في القلب. بهوات التانيين بملياراتهم يا بيبو. ان الله لا يصلح عمل المفسدين. يا اهل يا محتاس، لا دوري ولا كاس ولا حتى ميداليه نحاس. دوري صفري، دوري صفري. جبت زيزو وخدت امام وبن شرقي ومرعي واحمد عيد، 5 من عندنا عشان تكيد، عشان تكيدنا. موسم صفر حضرتك، طلع صفري من اول بطولة العالم للأندية اللي انت رحتها في امريكا. دوري صفري. ليه؟ لان الله لا يصلح عمل المفسدين. رجالة ضاعت مننا الكونفدرالية، ماشي، لم نستسلم. وامبارح كلنا قلنا وامنا، كلنا قلنا وامنا وقلنا ان شاء الله ان شاء الله مش هنتعادل. احنا مش داخلين لتعادل. ورجعوا للفيديو بتاع امبارح، قلت لا نرضى بالتعادل، احنا لازم نفوز. انا مفيش اوبشن تعادل، لازم نفوز. وقد كان، اللهم لك الف حمد وشكر، حمد الشاكرين. فوزنا، فوزنا بالدوري يا صبري. بنفوز بشقانا يا صبري. ده مش دوري صبري بس يا جماعه، احقاق الله الحق. ده دوري زي ما قلنا معتمد جمال، جين ادوارد، وعبد الله السعيد. خدوا بالكم، عبد الله السعيد البطوله دي لازم يكرم بيها. راجل لعب كل متوشتك، يمكن اكتر عدد دقائق في الفريق الزمالك اللي لعبها عبد الله السعيد. فافهموا، افهموا يا جماعه. لازم تعرفوا انه جين ادوارد ما كانش جاي يلعب. اتمنى من الله زي ما انا قلت قبل كده انه يطلع نسمع صوته بقى، يعملوا معاه لقاء حلو يكسر بالدنيا، يكسر بالدنيا. الراجل فضل قاعد لابت في الذره، بعملش حاجه، تهاجم واحنا رايحين في حيطه. ركز، ركز خالص. جاب الدوري وكان قاب قوسين او ادنى من انه يجيب الكونفدراليه، بس قدر الله ما شاء فعل. ويشاء ربنا سبحانه وتعالى ان ماتش الدوري يبقى بعد الكونفدراليه ب4 ايام. يا جماعه ده الفريق مشبوح، ما عندوش قايمه، يعني رغم ان الناس اللي فيه لاعيبه كبار، بس برضه ما هو لازم التدوير. يعني حضرتك النهارده تتخيل في ماتش فيصل دوري زي ده، السيرد باك بتاعك المبدع الرائع الشاب صاحب المستقبل الباهر السيد أسامة، والباك اليمين محمد إبراهيم الشاب محمد إبراهيم، في ماتش زي ده فين الونش؟ فين محمد إسماعيل؟ فين عمر جابر؟ 3 الأساسيين اللي أنت بتنزلهم وبتبني عليهم فريق. فيش. الزمالك بمن حضر، الزمالك بمن حضر. راح الأهلي كسب المصري. اقول لكم على حاجه، اقسم بالله العلي العظيم، اما سموحه اما بيراميدز اتعادل انا زعلت جدا جدا. لان كان ممكن بالطريقه دي يدخل الاهلي بطوله دوري الابطال. زعلت جدا. انتوا مش متخيلين فرحتي لما بيراميدز جاب الجون التاني وفازوا الكلام ده، عشان يحرمهم من المتعه دي، يودوهم الكونفدراليه. شو ما كانوا بيقولوا بطوله بيلي باين ولا ما اعرف ايه، يلا روحوا بطوله البيلي، خلونا احنا في بطوله افريقيا. ان الله لا يصلح عمل المفسدين. يا جماعه اللي حصل ده معجزه، معجزه. صدقوا وتامنوا باللي خلقكم. النهارده الصبح في الشغل قلت لصديق ليا شغال معايا مصري، قلت له اقسم بالله العلي العظيم ان شاء الله
واحلق شنبي ده هنكسب الماتش وما هنتعادل، هنطلع كسبانين، لأن الله عدل. الله عدل. أهو الناس اللي قالت عواد بيقول لي بس، والمهدي سليمان ما هو غايب، اما بقول له اللي غايبين مننا على محمد اسماعيل والونش وعمر جابر، قال له المهدي سليمان، قلت له لا عندنا عواد. والله العظيم هذا حصل وقد كان. عواد النهارده يصد بينالتي ويلعب ماتش العمر. الولاد كلهم بصراحه نازلين ياخدوا الدوري، يعني حدش يقول لهم طب انتوا ليه يا جماعه، لكل حدث او لكل حادث حديث. اوكي، يعني قدر الله ما شاء فعل. ربنا اخلف علينا بفرحه ما بعدها فرحه. ان شاء الله تبارك وتعالى القيد هيتفك ان شاء الله تبارك وتعالى. اللاعيبه هتاخد فلوسها، لو في صفقات يقدروا يعملوا صفقات ان شاء الله هنعمل صفقات، عشان احنا داخلين دوري ابطال. تجمد فريقك، تاخد بطوله، تجيب فلوس. هيطلعوا بقى يقولوا لك كاني وماني وابو العينين والقعده اللي قعدها، محدش يلومه وحر. بس انا كان نفسي زي ما هو بيعمل كده كامل ابو علي يعمل كده، والبيت التاني بتاع سموحه يعمل كده، عشان نحس ان ده امر عادي. امر عادي. سيراميكا يا جماعه اللي كانوا عمالين يخوفونا بيه وعاملينه فزاعه، فريق يعني عادي، فريق قوي وكل حاجه وفي اسماء، بس عادي احنا بنكسبه على طول، ما كسبناش ولا مره. يعني انا قلت الكلام ده، قادرين نكسبه عادي يا بس فزاع. سيراميكا 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 سيراميكا، وجابوا جون في اول دقيقه. اول دقيقه في الماتش بتاع المصري جابوا جون، خلاص بقى والدنيا وتريزيجيه. ايه ما بتجيش بكده يا تريزيجيه. ربنا اكبر من الكل. ربنا اكبر من الكل. ملياراتك والصفقات اللي بيبو جابها كلها عملت ايه؟ او كل ما نبص على حد بيرسم عليه كل ما عايزه. طيب ماشي، عملوا لك ايه؟ شويه الناس اللي عندنا اللي بيموتوا اصلا من كتر مفيش تدوير، مفيش عنده قائمه، مفيش دكه. مفيش دكه حضرتك. في لاعيبه بس مفيش مراكز، مفيش اسماء. فان احنا يعني يوم عالمي النهارده، يوم عالمي، يوم ميلاد كل زملكاوي في الكوكب. احمد الله تبارك وتعالى ان ربنا ادانا الهديه دي، لان احنا كنا فعلا محتاجينها بعد الخروج الغبي ده اللي حصل من اتحاد العاصمه. ولهم كل شكر طبعا، لعبوا ماتش عمرهم مستحقهم، واحنا قلنا الكلام ده. هاجمنا معتمد وهاجمنا اللعيبه، بس كنا عارفين وقلنا تاني يوم خلونا نتكلم النهارده براحتنا، لان احنا مشحونين. تاني يوم هندعم، تاني يوم على طول اتكلمنا وقلنا اللي يحصل ده ما يحصلش، ويا معتمد تكون او لا تكون، بايديك ان انت تواصل وتستمر في تدريب نادي الزمالك، وفي ايديك ان انت تخرج من الباب الخلفي. الراجل ما كتبش خبر، عامل احلى جيم. اللاعيبه الابطال احلى جيم. الواد بزيرة اللي احنا يعني بنقول يا بزيرة وعمالين يعني متكلين عليه مش قادر يجري. لعيبتك مش قادرة تجري. ما في محمد ابراهيم الشاب مش قادر من كتر المجهود، محمد السيد مش قادر من كتر المجهود، عدي الدباغ هذا ده الفداء اللي بجد بقى. ده بقى الفداء اللي بجد اللي المفروض يعني. بصوا يا جماعه، اوقات كتيره ما تحسش ان هو اللاعب الواو بس بيخلص. يعني هو اكتر واحد مؤثر في الزمالك السنه دي هو عدي وبزيرة. وان كان عدي كمان اجوانه حاجه غريبه. هذا الولد جاب اجوان مؤثره جدا جدا جدا، عدي الدباغ. فشكرا ليه وشكرا للعين اللي جابت كل الصفقات دي، وقفتنا على رجلينا، من اول المهدي سليمان حضرتك لمحمد اسماعيل لآدم كايد لعدي الدباغ لبزيرة لشيكو بنزا. ايه هم دول اللي شايلين الزمالك.
هم دول الناس اللي عملت بصمة للزمالك. اللي جابهم مين بقى حضرتك؟ جون ادوارد، اللي هو ايه؟ التجربة اللي الكل هيحتذي بيها. ولازم الراجل ده ياخد حقه، لازم جون ادوارد ياخد حقه، لانه قاد الزمالك بصعوبة. وتشوفوه يا جماعة بعد ما خسرنا الكونفدرالية ونزل استاد القاهرة وقعد يشد من أزر محمد شحاتة وطبطب عليه ويشيله كده يرفعه وخلافه و لا، الراجل يعني بيقول لهم لسه الجيم از نوت اوفر، مش اوفر، الجيم ما خلص، عفوا الجيم ما خلص. شكرا لكل ما هو زملكاوي جميل. على فكرة الورد اللي ورا ده بتاع عيد الأم، لأن عيد الأم كان عندنا الحد اللي فات، هم بيحتفلوا بيه هنا من مايو، في مايو يعني. فبنقول لحضراتكم أفكركم تاني والنبي، بصوا كنت هنسى أهم حاجة. يا جماعة احنا عايشين لده. والله العظيم، والله العظيم من أهم حاجات في حياتنا. من أهم حاجات حرفيا في حياتنا الزمالك يا جماعة. الزمالك لينا مش بس فريق بنشجعه، ده اسلوب حياة. كل زملكاوي معتبر ان الزمالك اسلوب حياة. شكرا لكل الابطال اللي فرحونا، الجمهور ده كله. طبعا بعد الحركة الوسخة اللي عملوها، ويجي يقول لك لا ممنوع ومين يرضى عشان تكافؤ الفرص. ما تعرفش مين اللي غلطان، ولا هي كانت لعبة من ابو العينين ولا ايه بالظبط. الحدوتة بس مشت كده وقدر الله ما شاء فعل. مبروك علينا الدوري، مبروك على كل زملكاوي في الكوكب فرحته. يعني اللي حصل ده يعني زي ما قلنا الكونفدرالية ما زعلناش ساعتها من كتر ان احنا مش مصدقين. احنا يا جماعة فرحة الدوري كبيرة قوي. احنا لغاية دلوقتي، وانا على الصعيد الشخصي لغاية دلوقتي لسه ما انفعلتش قوي من كتر الفرحة، من كتر ما الفرحة جامدة واحنا كنا مستنيينها. بس ان شاء الله اللي جاي احسن. وهنتكلم بقى على البهوات اللي طلعوا موسم صفري، ونقول له يا اهلي يا محتاس، لا دوري ولا كاس ولا حتى ميداليه. بيلعب بالكونفدراليه يا جماعه، هيلعب كونفدراليه. والابطال اللي بقرش ونص اللي مش لاقيين ياكلهم راحوا بطوله افريقيا. يروح بقى الفيفا يقول لك عندهم 18 قضيه، 54 قضيه كف كده وبتاع. كل ده ان شاء الله يتشال. والفتوات بتوعنا، ما احنا عندنا فتوات يا جماعه، في زملكاويه فتوات معاه فلوس ان شاء الله، وهتفك القيد وهتظبط الدنيا، وان شاء الله نفرح كلنا. وهتتفرجوا بقى على جون ادوارد. بصوا انسوا بقى كل حاجه، ركزوا مع جون ادوارد وشوفوا جون ادوارد هيعمل ايه. وانا اهو وانت اهو، واللي جاي على الله. يلا سلام عليكم.